متابعينا الأكابر جدا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وخير وحب يا رب. اليوم أكلتنا كثير سريعة وكثير سهلة. اليوم حنعمل بانكيك بطريقة كثير سهلة ومبسطة. خلونا نروح على المقادير. مكوناتنا كثير بسيطة وكثير سهلة. طبعا أول شي حنبلش، عنا هون بيضتين بحرارة الغرفة. بسم الله. حنزل أول بيضة، ثاني بيضة، واكيد نحط فوقهم ظرف فانيليا، ورح نزل معهم 4 معالق طعام سكر، و4 معالق كمان زيت نباتي، كمان 4 معالق طعام. وهلا راح نخفقهم كلياتهم سوا. طبعا اللي ما عنده خفاق كهربائي او ما جاي عند الكهرباء بيحسن يخفقهم على المضرب العادي بالايد. وهلا بعد ما خلصنا خفق رح نزل معهم الحليب. بسم الله. هي كاسة وهي كاسة تانية. طبعا كل كاسة حليب حتطلع كاسة طحين. كمان حاعمل لهم خفقة مع الحليبات. وهلا ما بدنا اياها لهي الخفاقة. بعدها انه هلا حنكمل بالخفاقة اليدوية. طبعا في عندي كاستين طحين. بسم الله. دائما كالعادة ننخل الطحين قبل ما نشتغل فيه. ورح نزل ظرف البيكنج باودر كمان نخله مع الطحينات. وبنخلون. بسم الله. وهلا بالخفاقة اليدوية راح اخلط الطحين والمواد السائلة كلها، ونسيت حط رشة ملح طبعا براس المعلقة. هلا بنخلط الخليط مظبوط لحتى ياخذ القوام اللي بدنا اياه. وهلا يا كابر هيك صار عندي الخليط جاهز. شايفين هذا القوام اللي بدي اياه، اطرى من قوام الكيك بشوي. وهلا رح نبلش بالمرحلة الجاية. هلا يا كابر حطيت المقلاية على الغاز ورايد هنا بس للمرة الأولى بشوية زيت. طبعا فيكم تسكبوا بالكبجاية فورا، وفيكم تستخدموا القمع تبع القطايف. بسم الله. هلا المقلاية تبعنا صارت جاهزة. رح انزل أول كبجاية. طبعا حنساوي الحجم هذا هلا، وحنساوي كمان بالحجم الصغير. شايفين هلا اول ما بلشت تاخد هاي المسامات تنفتح فورا تكون معناتها استوت، وبقلبها على الجانب الثاني. يعني شايفين اللون والملمس جدا ناعم. بسم الله. هلا خلصنا الكبار، وهلا حنبلش نساوي الصغار. اعبي القمع تبعي يا رب. حنبلش حاول يكونوا قد بعض. طبعا اول ما هلا تصير فقاعات على وشهم يبلش يفتح المسام فورا بقلبهم. بسم الله. يا عيني على اللون، شايفين الالوان محلاها. بسم الله. وهلا شايفين. بسم الله. وهلا يا كبر بعد ما خلصنا من مرحلة الشوي رح نبلش بالتزيين. هلا حطيت على اول طبقة موز وواحدة كيو بالنص، وراح احط
اللي فوق. ونفس الشي حاستمر، حط الموز. طبعا هذا الشي اختياري، فيكم تحطوا بين الطبقة والطبقة شوكولا، فيكم ما تحطوا شي. طبعا هذا الشي بيرجع لإلكم. بسم الله. ونحط كمان مكعب الزبدة. وهلأ يا جماعة صار وقت العسل. بسم الله. لازم العسل ينزل ويشرشر مثل ما انكم شايفين. وهلا هدول هيك كمان فينا نقدمهم بهذا الشكل، كمان حط فوقهم عسل. يا عيني. وهذا الصحن الثاني. طبعا يا كابر هدول لسه ما زيناهم، زادوا عنا. هاي بورجيكم، شوفوا الطراوة، شايفين الطراوة تبع القطعة قديش؟ نرجع بنفردها، شايفين طراوة غير شكل. وهلا بقى هندوق اول شي من هدول. بسم الله. طبعا هدول شلون بينداقوا؟ ناخد وحدة موز، وحدة كيوي، وننزل بوحدة بانكيك. بسم الله. شو هذا يا غالة؟ او كمان فينا بالعكس، بناخذ اول شي بانكيك، او بعدين موزة، وبعدين وحدة كيوي كمان. بسم الله. وهلا قدامكم رح اقسم وندوقها مع بعض. بسم الله. طبعا هي حاشية. يا سلام. شوف 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 شوف. الله الله. هتوك ما هيدي تحت. رح اخذ كمان شوية زبدة. يا جماعة هي اللقمة لحالها وجبة، لحالها وجبة. بسم الله. شايفين المنظر من قلبها ما احلاه وبجنن. يا عيني يا عيني على الزينة. حبايب قلب، اذا الفيديو عجبكم وشفتوا انه بيستاهل عن جد انه تحطونا لايك، لا تنسوا تحطونا لايك وتعلقوا لنا تعليق حلو مثل حكايتكم اكابري. واللي ما اشترك بالقناة يشترك ويفعل زر الجرس مشان يصلوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.